السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد في ضمن سلسلة طبيلات فطور رمضان. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم جوج ديال المملحات بعجين واحد فقط، مختلفين في المذاق وبنان، وما نسيناكمش حتى من الصغار ديال الكروفيت بكميه قليله ديال الكروفيت غادي يخرجوا كميه كثيره ديال لي سيجار وبنان بزاف بحال ديال لي ريستو الكبارين. ما نطولش عليكم اكثر وندوزو مباشره في المملحه ديالنا او في العجين ديال المملحات ديالنا. بالنسبه لهذا العجين هذا فهو عجين بسيط جدا. عندي جوج زلايف ديال الطحين ديال الفرص، زليفات شويه كبار الصراحه. عبرت زلافه ديال الطحين ديال القمح وزلافه ديال الفينو، يعني قد الفرص قد النص ديالو فينو نص ديالو قمح. فهمتوا؟ هاد المعجنه او هاد المملحه معجونه بالقمح والفينو، معلقه ديال سنيده، معلقه ديال الخميره، زيت البلديه، وكذلك قبصه ديال الملح او نصف ملعقه صغيره ديال الملح بالاحرى. كنخلطوا العناصر مزيان النواشف مع بعضياتهم، كنجوو في الوسط كنديروا معلقه ديال سنيده، معلقه ديال الخميره، كنديروا تقريبا واحد 3 المعالق ديال زيت الزيتون، وغادي نبدا نجمع العناصر كامله بالماء دافي. كما كتلاحظوا معايا غادي نجمع العناصر ديالي كامله، كنلمها شويه بشويه حتى غادي تجمع لي العجينه. وعاد غادي نضيف تقريبا واحد نصف ملعقه ديال هذا ديال الملحه، وديك الساعات عاد غندخلها في العجين. كما كتشوفوا معايا كنبدا نجمع العجينه ديك اللقطه واقيلا ما تصوراتش كنظن، والله ما عرفت. المهم كنبدا نجمع في العجينه ديالي وكندلكها. العجينه كما العاده دائما كنقولها لكم كنربيوها قاصحه وكنبداو نطلقوها شويه بشويه. انا هنا عاد غندير الملح، شفتوا معايا البنات درت تقريبا نصف معلقه صغيره ديال الملح وصافي، وغادي ندخلها في العجين بهذه الطريقه، بطبيعه الحال بالمساعده ديال القليل من الماء. غنستمر وكنعلك العجينه ديالي وكنطلقها بشويه بشويه، وكما قلت لكم العجينه كنربيوها قاصحه وكنبداو نطلقوا فيها شويه بشويه باش هكا الفينو ولا القمح كيطلقوا لنا الخيط ديالهم وكيجيو زوينين وما كيضرونا لا في المعده ولا في المصران. بالنسبه للحشو الاول فغادي نحتاجوا فيه واحد الكميه ديال البصل، تقريبا جوج بصلات كبارين، واحد الكميه ديال اللحم تقريبا واحد 200 غرام حتى 250 غرام ديال اللحم ديال الهبره ديال اللحم، وشويه ديال الشحمه وشويه ضربيه. عندي العطريه ديال المدفونه او ممكن تستعملوا شويه ديال راس الحانوت. كما شفتوا معايا درت انا هنايا نص معلقه. غادي نديروا كذلك هذا شويه ديال الكمون وشويه ديال السكينجبير، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال الفلفله حمراء. انا عندي هذه فلفله حمراء يعني فلفله ماشي تحميره عاديه نيوره مطحونه، وشويه ديال القزبر يابس. البنات القزبر يابس جربوه كيجي بنين وزوين بزاف بزاف وصحي. درنا حتى شويه ديال البزار، ما بغيتوش ديروه اكتفيو غير بالقزبر يابس راه كافي ووافي. صافي كما كتلاحظوا معايا هنايا شويه ديال الحار، تحميره حاره ماشي هريسه، لا الهريسه غتبدلوا المذاق بتاتا. يعني الهريسه كيكون فيها الحماض ومجموعه ديال مكونات اخرى فما تستعملوهاش. درت زيت الزيتون تقريبا واحد ربع كاس. صافي ونخلط العناصر مزيان ونخليها على جنب تشرب. دابا غادي ندوز للعجين ديالي. اول حاجه غادي نقطع، كيشوفوا بعدا معايا العجينه ما شاء الله كيخمرات. غادي ندير شويه ديال الماء في يدي وغادي نديكازيها كما كتلاحظوا معايا، وغادي نقطع منها ميني بطبوط. كما قلت لكم اول حاجه غادي نقطع منها ميني بطبوط، حيت انا غادي نصايب ميني بطبوط بحشوه بارده ومختلفه على اللي حضرت معكم فيديوهات السابقه. وكذلك غادي نصايبوا الخبز المعمر او البطبوط معمر سخون. فهمتوا البنات؟ يعني دابا غادي نبدا نقطع ميني بطبوط. بالنسبه للميني بطبوط فانا ما غاديش نستعمل الدلاك، غادي نقطع الكويرات غير بايدي صغيورين ونحاول نبسط عليهم فقط، يعني ما غاديش نستعمل الدلاك بتاتا. صافي غير بهذه الطريقه هذه كنحاول نبسط عليهم ونحطهم فوق واحد المنيديل ونخليهم يخمروا. بالنسبه للخمير ديالهم البنات فما كنخليوهمش بزاف، يعني تقريبا واحد المده ديال 10 دقائق فقط. صافي هنايا خليناهم يخمروا. دزنا هنايا كنقرصوا بنفس الطريقه، قرصنا كويرات غير هما كانوا في الحجم كبارين عليهم شويه، فطرقناهم فوق سطح. كنعتذر على الطريقه ديال التصوير والله ما رديت لها البال. طرقناهم شويه فوق سطح العمل بمساعده ديال الدقيق. بدينا كنحشيوهم بهذا الحشو هذا.
كما شفتوا معايا حنا كنا جالسين كنقادو الحشو باش كل وحده تجينا فيها كميه مهمه ديال الحشو. صافي كنطرقوا عاوتاني الثانيه ونديروها عليها بهذه الطريقه هذه كما كتلاحظوا معايا، ونسدوا عليهم بهذا الشكل هذا. شوفوا معايا كيف كنقرصوا عليهم وكنبداو نجمعوا الجوانب بهذه الطريقه هذه. صافي يعني كنظن راها باينه رغم ان التصوير ما واضحش، ولكن كنظن راها باينه. صافي شوفوا معايا كنطرقوا جوج كرات بهذا الشكل هذا، يعني كيكونوش غلاط وفي نفس الوقت ما يكونوش رهيفين. كنشدوا الكره الاولى وكنبداو نعمروها بالحشو. ديجا بارطاجيت معكم هاد الطريقه هذه في فيديو قديم شويه ماشي بزاف. درت لكم التفونه الفيليه تقريبا بحالها نفس المقادير تقريبا، غير هادو كيطيبوا في المقله. بالنسبه للتفونه الفيلاليه او الخبزه المعمره فهي كطيب في الفران. صافي هنايا كما شفتوا معايا فغادي نطرق الثانيه ونديرها عليها من الفوق. كنبركل على الجوانب ديالها باش هكا كيتجمعوا لي وما تفتحليش العجين، وباش تاكد بان العجين ما غاديش يتفتح بتاتا فكنبداو نقلبوا الجوانب بهذا الشكل هذا. صافي كنقادوها شويه فوق سطح العمل ونحطوها ترتاح. كنصيب واحد 3 4 الحبات وكنجيو الاولى وكنشعلوا المقله حتى كتسخن وكنبسطوا على الاول بهذه الطريقه هذه حتى كترجع شيئا ما رقيقه، يعني عاوتاني ما تبالغوش يعني القياس وصافي. صافي كنبسطوا عليها هكا وغادي نديروا شويه ديال الزيت في المقله وكنحطوا فيه القريصه ديالنا او الخبيزه ديالنا. صافي كنديروا لها شويه الزيت على الوجه ديالها وغادي نحاولوا نقلبوها ونحركوها مره. شوفوا معايا مره كنحركوها بهذه الطريقه هذه. صافي حتى كتبدا تحمر وعاوتاني نقلبوها للجهه الاخرى عاوتاني حتى كتحمر. ردوا معها البال باش ما تحرق لكمش. صافي وكنبداو نقلبوها بهذا الشكل هذا. واللي طابت اكيد كنحطوها فوق واحد المنيديل ونخليوها على جنب. صافي غنستمروا بنفس الطريقه كنطيبوا باقي الخبيزات. كنرشوا شويه الزيت فوق المقله كنطيبوا على عافيه متوسطه ماشي مهيله وماشي مجهده، وكنديروا الخبيزه ديالنا اللي كنكونوا قرصناها شويه فوق سطح العمل الطريقه راني وريتها لكم، وكان نرشوا عليها شويه الزيت على وجهها وكنبداو نقلبوا فيها. صافي بهذه الطريقه هذه حتى غنساليو الكميه اللي عندنا كامله. بالنسبه لي انا فمشيت كنصيب الميني بطبوط ديالي كنطيبو من بعد ما دازت تقريبا واحد 10 دقائق. مادام بان المقله ديال الحرشه كانت عامره كانت كيطيب فيها الخبز مورق، فهنايا دزت كنطيب ميني بطبوط بهذه الطريقه هذه غير في المقله ديال البغرير او المقله العاديه. صافي كنقلبو مجرد ما كنحطو فكنبدا نقلبو عده مرات باش هكا كيتنفخ معايا. هانتوما غتشوفوا البطبوط ديالي ما شاء الله في الاخر كيف جا خاوي من الداخل. هنا البنات باش ما نطولش عليكم ديجا الطريقه ديال الميني بطبوط شاركتها معكم وعاودت اكثر من مره وشفتوا معايا كيف كيتنفخ. بالنسبه لي هنايا فكنت شحرت واحد البصله حتى رجعت كراميليزي كما كتلاحظوا معايا. دزت المقيله شحرت فيها الكروفيت مع شويه الزيت شويه الملحه وشويه ديال البزار. صافي حتى تشحر شامبينيون نوار سلقته في الماء درت له طحنته في الهاشوار ودرت له شويه الملحه وشويه الزيت وشويه البزار وخليته تشحر. نفس الطريقه درت الشعريه الصينيه حتى هي طحنت حتى الكروفيت اللي شحرت معكم طحنته. زدت لهم شويه ديال الحامض مصير. غندوز دابا نجمع لهم العطريه ديال هذا الحشو هذا، شويه ديال البزار شويه ديال بودره الثوم شويه ديال الحار كما كتلاحظوا معايا شويه ديال العطريه ديال السمك او عطريه ديال بسطيله ديال الحوت بالاحرى. هذه ماشي العطريه ديال السمك، العطريه ديال بسطيله ديال الحوت. نغزات الملح زيدوها وكتبقى عينكم ميزانكم. ملي كتكون الفطر خلاص راه كنذوقوا لا عطيو شي وليد صغير يذوق لكم. صافي كنخلط العناصر حتى كتنسجم مزيان مع بعضياتها وكنبدا نحشي بها لي سيجار لي نيمز هذا البريوات شكلوهم كما بغيتو. بالنسبه لهاد الحشوه فكتجي مدعوقه كتجي منسجمه مع بعضياتها فكتجي رائعه. وحتى الوليدات مثلا اللي ما كيعجبهمش الكروفيت ولا هذا فبهذه الطريقه كيجي بنين ما كيجيش مذاق ديالو مجهد وما كيجيش باين، حيت كاين اللي كيشوف الكروفيت هكاك حبات ما كيعجبوش في المنظر.
هكا ما كيبانش وكيجي رائع جدا. صافي غنبدا نستمر كنعمر بهذه الطريقه هذه حتى نعمر الكميه اللي عندي كامله كما شفتوا معايا، ونعاود ندخلهم الفران يطيبوا. وندوزو دابا نديرو الحشو ديال ميني بطبوط. بالنسبه للحشو ديال ميني بطبوط فحكينا جوج ديال الجزرات، واحد الحبه ديال مطيشه قشرناها وقطعناها رقيق، حبه صغيره ديال البصله قطعناها رقيق، شويه ديال بطاطا فريت اما قليوها اما ديروها في الفران بحالنا. وكذلك درنا علبه ديال المايس، درنا جوج حكاك ديال الثوم كما شفتوا معايا، واحد درناه بالزيت ديالو والثاني حيدنا منه الزيت كما لاحظتوا معايا. غادي نديروا المايونيز، بامكانكم تزيدوا البيض مسلوق، زيدوا اللي بغيتو زيدوه، طريفات ديال الدجاج اللي بغيتو تزيدوه بامكانكم تزيدوه. حنا اكتفينا بهادشي اللي ذكرت معكم. الخس مقطع رقيق اللي عجبكم. حنا درنا خيزو، مطيشه، بصله، مايونيز، طون، المايس او الذره المعلبه. خلطنا العناصر كامله بالمايونيز. المره خلطتها معكم بصوص افوكادو، هاد المره درنا لها المايونيز حتى انسجمات مزيان مع بعضياتها. وغادي نبداو نحشيو بها ميني بطبوط ديالنا بهذا الشكل هذا. ديجا وريتكم ميني بطبوط كيجا خاوي من الداخل، مفشفش، ما فيهش الاثر ديال البابا. انا كنحشيهم مزيان، كنعمرهم يعني مزيان، والافضل عمروهم مزيان. بالنسبه لهاد الكميه اللي وريتكم كامله فعطاتني تقريبا 19 حبه، ولكن ما شاء الله الجو عامرين بومبي. هي بامكانكم تعطيكم حتى ل 24 حبه، ولكن انا فضلت نعمرهم بزاف ونعمرهم مزيان باش هكا اللي كلا وحده كيحس بها. صافي دابا ما بقى لي الا ندوز نوريكم الشكل النهائي ديال الطبيله ديالنا اللي هو هذا. شكل رائع جدا، طبيله بسيطه اقتصاديه، ما تاخذش منك وقت كثير في الكوزينه وكتجي بنينه بزاف. بالنسبه للحساء ديالنا كانت عندي الحريره اللي قدمت معكم يوم البارحه، حريره بالخضار. هادو هما لي نيمز ديالنا، كيجيو البنات خطيرين معنى الكلمه، واعرين وبنان غيحمق عليهم الكبار والصغير. بالنسبه للميني بطبوط بالقمح فكيجي هو هذا رائع بنين غزال ما شاء الله. هذا هو البطبوط ديالي، غنعاود نوريه لكم. هذا هو ماشي البطبوط، هذا هو الخبز المورق او البطبوط معمر. شوفوا معايا ما شاء الله كيف كيجي رائع غزال بنين محشي رائع. بالنسبه للتحليه فكانت عندنا دونات، وكانوا عندنا بسبوسه اللي بارطاجيت معكم في الفيديو ديال البارحه، وكذلك البيض مسلوق كيمشي بزاف مع الخبز المورق، وكانوا المعسلات ديالنا اللي كل مره كنبارطاجيهم معكم، وشويه ديال السفوف. كتكون هذه هي الطبيله ديالنا، طبيله كامله مكموله ما شاء الله، طبيله رائعه جدا بنينه اقتصاديه، طبيله في متناول الجميع بكميه قليله ديال اللحم. ممكن تخرجوا هكا ما شاء الله كميه كثيره ديال الخبز المورق او البطبوط معمر في طيب في المقله. بالنسبه لي احنا فصيبناه، بالنسبه لينا حنا حيت الصراحه ماشي انا اللي طيبته، فصيبناه كبير، بامكانكم تصيبوه غير صغيور. وهنا تحيه للسيده اللي طيبته، جالسه كتقاد لي في الطبيصلات ما على بالهاش بانني راني جالسه كنصورها، ماشي مشكل. صافي البنات، كتكون هذه هي الطبيله ديال الفطور ديالنا. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. طبيله بسيطه، طبيله رائعه، طبيله بنينه بزاف. هلقت على يدين كما كنقولوا على البطبوط المعمر، فجا رائع جدا، او الخبز المورق فجا رائع جدا بنين. الله يعطيها الصحه. حد لهنا حبيباتي كيكون هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى ينال اعجابكم. الا عجبكم ما تنساونيش من اللايك ديالكم، ارائكم كتهمني بزاف، خليوها لي في التعليق. كنتمنى تبارطاجيو الفيديو، دعمونا بلي لايك، دعمونا بالاراء ديالكم، ولو غير نقطه ولو غير قليب هكا في التعليق باش تشجعونا، وباش حتى الفيديو تقترح على ناس اخرين. وإلا عجبكم المحتوى وكنتوا اول مره تشوفوا القناه فمرحبا بكم، الف مرحبا. اشتركوا وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. الى اللقاء في فيديوهات القادمه. باي باي.